هل تعلم أن هناك منطقة في المحيط الأطلسي تعرف باسم مثلث برمودا، ويطلق عليها منطقة الرعب؟ لكن لماذا؟ دعونا نكتشف معا. مثلث برمودا هو منطقة تمتد بين فلوريدا، برمودا، وبورتوريكو. اشتهر بسبب تقارير عن اختفاءات غامضة لسفن وطائرات على مر السنين. البعض يعتقد أن السبب يعود إلى اضطرابات مغناطيسية غريبة تجعل البوصلات تعمل بشكل خاطئ. أما آخرون فيرون أن التيارات المائية القوية أو العواصف المفاجئة قد تكون السبب. لكن الغريب في الأمر هو وجود نظريات تتحدث عن وجود ظواهر غير طبيعية أو نشاطات كائنات فضائية. رغم كل هذه النظريات، لم تثبت أي منها علميا حتى الآن. برأيكم، هل مثلث برمودا لغز حقيقي أم مجرد أسطورة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك للمزيد من الحقائق المثيرة.